اوقات كتير بنبقى محتارين نعمل ايه على الفطار، وفي نفس الوقت بنبقى عايزين فطار سريع وخفيف كده ولذيذ. في الفيديو ده هقدم لكم 7 افكار ل7 ايام، اللي هو ايام اسبوع كامل، لوصفات فطار مختلفة كلها سهلة للناس اللي حابة تحافظ على وزنها وفي نفس الوقت تاكل اكل صحي ولذيذ. اتمنى فكرة الفيديو تعجبكم، ويلا نبدأ مع بعض في تحضير اول وجبة. لتحضير اول وجبة اول يوم هنحتاج لنص ثمرة كده من الليمون، وثمرة كيوي مقطعاها قطع صغيرة، وحوالي شريحتين كده من الأناناس مقطعاها قطع صغيرة، وعسل، وعلبة زبادي. في حاجة واسعة كده هضيف علبة الزبادي، طبعا العلبة اللي معايا دي كبيرة قوي هتكفي فردين، وهضيف عليهم عصير نص ليمونة، وحوالي معلقة كده صغيرة من عسل النحل. بعد كده هضيف عليهم بقى الفاكهة بتاعتي. نقدر نستعمل اي نوع فاكهة احنا بنحبه، مش لازم نلتزم بالفاكهة اللي في الفيديو. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنضيفهم في الاطباق بتاعتنا. حابين ناكلهم على كده اوكي، حابين بقى نضيف عليهم شوية مكسرات ماشي. انا هحط عليهم شوية كده من جوز الهند وشوية من الزبيب. وده كده كان فطار اول يوم، ندخل على فطار تاني يوم معانا. هنا سلقت بيضتين، وحطيت قطعة كده من الجبنة الفيتا، وحوالي نص ثمرة كده من الطماطم وتفاحية. ده كده كان فطار تاني يوم. هندخل على تالت يوم معانا، واللي هيبقى عبارة عن ثمرة كده من الكاكا، وحوالي كوباية من الحليب. هضيف عليها معلقتين كده صغيرين من بذور الشيا، اللي هي البذور السمراء الرفيعة الصغنونة خالص دي، يعني بمقدار معلقة كبيرة كده. الحليب اللي انا مستعملاه حليب دافي، يعني مش سخن قوي ولا ساقع. وهبدأ ان انا اقلب فيهم بذور الشيا. بذور الشيا لازم نقلب فيها كده حوالي دقيقة، عشان احنا لو حطيناها وسبناها بتبدأ انها تكتل مع بعض. وبنسيبها حوالي 5 دقايق عشان بيتضاعف حجمها. وبكده كان ده تالت يوم للفطار. هندخل بقى على رابع يوم. كان معايا هنا نص حباية كده من الطماطم، ونص ثمرة وسوري وثمرة خيار، ومثلثين جبنة، وثمرتين من البرقوق. هندخل بقى على خامس يوم، واللي كان فيه معايا هنا معلقتين كبار كده من الشوفان، وعسل نحل، ونص كوباية كده من الحليب. الحليب اللي معايا ده حليب سخن جدا. هضيفهم كده على معلقتين الشوفان، انا مستعملة معلقتين كبار. ومعايا طبعا ثمرة فاكهة، اي نوع ثمرة فاكهة عندنا، بس انا بحب التفاح. هنزل كده بمعلقتين صغيرين كده من العسل، يعني بمقدار معلقة كبيرة كده من العسل، وهقلبهم كويس في الشوفان، وهسيبهم بالظبط كده نص دقيقة علشان الشوفان يبدأ ان هو ينفش شوية. ضفت عليهم شوية كده من الزبيب، وهضيف عليهم شوية كده من جوز الهند. وده كده كان فطار خامس يوم. هندخل على سادس يوم. معايا هنا مج من النسكافيه، وثمرة كده من الكيوي، وثمرة تفاح، وشريحة توست. مش عايزين نكتر عن كده نشويات علشان نحافظ على وزننا. ومعايا الجبنة، اي نوع جبنة بقى عندنا ممكن نضيفه. انا هنا هضيف جبنة كريمي. وده كده كان فطار سادس يوم. هندخل بقى على سابع يوم، وده كان الفطار بقى يعني الدلع شوية، هندلع نفسنا فيه. كان معايا هنا كورن فليكس شوكليت، ومعايا زبدة لوتس وبندق بقى ومكسرات عامة يعني، وفاكهة. ضفت الحليب، ضفت على الشويه بتاع الكورن فليكس. انا مستعمله حوالي 3 معالق كده من الكورن فليكس. ضفت عليهم ربع كوبايه كده من الحليب، ومعلقه كبيره او معلقه مش كبيره قوي يعني صغيره كده مليانه من زبده اللوتس، ممكن نستبدلها بعسل النحل. وهبدا ان انا اقطع الفاكهه اللي عندنا ايا كانت. انا بحب الفراوله، فقطعت حوالي 3 ثمرات كده من الفراوله او 4، وحوالي ثمره كده من الموز. هضيفهم بقى على الكورن فليكس بالشكل ده كده. وهضيف عليهم كمان شوية مكسرات. ممكن نعتبر اليوم ده اليوم الفري بتاعنا، اللي هو هندلع فيه نفسنا شوية. واخر حاجة هحطها بسكويتة كده من بسكويت اللوتس. وبس كده، فيديو النهاردة خلص. اتمنى تعجبكم افكار الفطار، وصحة وهنا.
اشوفكم على خير قريب في فيديو جديد. باي باي.